يا جدعان النهارده هنتكلم عن كتاب كده اسمه 100 مليون اوفر. الكتاب ده بيعلمك ازاي كبزنس مان تعمل اوفرز او عروض يعني جامده فشخ لدرجه ان اللي قدامك هيحس انه حمار لو قال لك لا. اللي قدامك ده انا قصدي الزبون يعني اللي هيجي يشتري منك. هو بيحل اكبر مشكلتين عند اي رجل اعمال. اول مشكله انه بيبقى عايز زباين زياده. تاني مشكله انه بيبقى عايز فلوس زياده. فهو هيعلمك ازاي تعمل حاجه اسمها جراند سلام اوفر. جراند سلام اوفر ده هيحل لك المشكلتين الاساسيين اللي احنا قلنا عليهم دول، الفلوس ويبقى عندك زباين زياده. فبيقول لك ان في حبه قواعد كده لازم نحطها قبل ما نحسب الجراند سلام اوفر ده. اول حاجه بيقول لك grow or die. يعني انت يا اما شركتك تنمو اللي هو انت تحاول مع الوقت دايما تتحسن، يا اما تموت. ليه بقى؟ بيقول لك ان الستوك ماركت، السوق مثلا، بيتحسن بنسبه 9% كل سنه. ده الافريج يعني، ممكن اكتر وممكن اقل، بس تلات ارباع الوقت بيزيد مع الوقت. المهم إن السوق بيزيد بنسبة 9% كل سنة، فأنت لو على الأقل مش بتزيد بنسبة 9% كل سنة أنت بتضيع. الناس كلها أنت هنا والناس كلها بتطلع كده، فأنت على الأقل تزيد 9% أو أكتر كل سنة عشان على الأقل تبقى بتزيد معاهم، يا إما بتزيد فوقيهم، وده اللي أنت عايزه طبعا. فبعد كده جاء النقطة اللي بعديها، بيفهمك بقى إزاي الشركة بتاعتك تكبر أو البيزنس بتاعك يكبر وتاخد منه فلوس زيادة. فبيقولك بطريقتين يا معلم. أول طريقة إن أنت يبقى عندك زباين زيادة، يعني الحاجة اللي بتبيعها دي تجيب لها الناس زيادة تشتري. اللي هو الحاجة دي يعني ممكن تكون برودكت أو سيرفيس عادي، خدمة يعني. أو تاني طريقة إن أنت تدفع الناس زيادة، يعني كل واحد يجي يدفع زيادة على الخدمة أو الحاجة اللي بتشتريها دي، يعني تغلي أسعارك بمعنى الكلمة يعني. فبيقول لك بقى يا معلم إن الجراند سلام أوفر ده بيبقى أوفر كده أو عرض يعني ما يتحسبش في السوق ما بين أي حد تاني يعني عيب أصلا أنت تقارنه بحاجة تانية. يعني مثلا أديداس ولا نايك، يعني دول حاجتين كده فوق خالص، ما بتقارنوش بأي حاجة تحتيهم. بيبقى حاجة جامدة فشخ وكواليتي عالية جدا وحاجة ما بتتقارنش بأي حاجة في السوق، فأنت ساعتها تقدر تحط أسعار عالية جدا بغباء، والناس برضه هتيجي تشتري منك بكميات كبيرة حتى لو أسعارك عالية، عشان هم عارفين إن مفيش أحسن منك وتديهم أعلى فاليو. دلوقتي يا معلم بنبدأ عشان نعمل جراند سلام أوفر، بنشوف السوق. فأنت لازم تلاقي سوق عايز الحاجة اللي أنت تبيعها دي ومحتاجها بغباء. فبيقول لك بمثل كده إن كان في بروفيسور في جامعة كان بيسأل الطلاب عنده، بيقول لهم لو انتوا هتفتحوا محل هوت دوج، سندوتشات مثلا، هوت دوج يعني سندوتشات، مش عارف اتلخبطت ليه، المهم، وهيبقى عندكم ميزة واحدة بس تفرقكم عن المنافسين الباقيين كلهم، تبقى أي ميزة. فطبعا كله طلع قال، واحد طلع قال لوكيشن، التاني قال كواليتي، التاني قال أبيع بسعر أقل من الباقيين، الرابع جه قال يبقى عندي طعم أحلى من الباقيين كده يعني. قام البروفيسور كده بص لهم وضحك وقال لهم a starving crowd، يعني يبقى عندي زباين ميتين من الجوع، جعانين، فانت لو حطيت اي حاجة قدامهم هياكلوها من غير ما يفكروا اصلا. فاهم الفكرة؟ يعني انت تبيع منتج الناس محتاجاه ومحتاجاه بغباء فعلا، ممكن يدفعوا له اي حاجة وياخدوا منك اي حاجة باي كواليتي وهيموتوا عليها برضه. بس انت طبعا راجل شاطر ومش هتحط لهم اي كواليتي، ما انت عندك منافسين، هتحط لهم اعلى كواليتي في السوق. ودي الفكرة بقى، ندخل على ازاي تعمل فاليو عالي للمنتج بتاعك علشان الناس الجعانة دي تيجي تشتري منك بأي سعر انت تحطه. أول حاجة في الفاليو هو عبارة عن ايكويشن، حاجتين فوق وحاجتين تحت. الحاجتين اللي فوق نزودهم، الحاجتين اللي تحت ننقصهم. أول حاجة من الحاجات اللي فوق الدريم اوتكم، يعني انت مش بتسوق للمنتج اللي انت بتبيعه، انت بتسوق للهدف المنتج بتاعك ده بيوصل له، فالناس بتشتريه علشانه. فاهم حاجة؟ يعني انت مثلا لو عندك جيم وبتسوق للجيم ده، انت مش بتسوق لحلاوة الجيم بتاعك، انت بتسوق للفورمة اللي الناس اللي هتجيلك هتعملها. مثل تاني، لو انت بتعمل كورسات، انت مش بتسوق الحاجات اللي جوه الكورس، لا يا معلم، انت بتسوق ان لما تدخل الكورس بتاعي هتبقى اذكى. تاني حاجة من الحاجات اللي فوق perceived likelihood of achievement، تأكيد اللي قدامك الزبون بتاعك يعني انه فعلا هيقدر يوصل للحاجة اللي انت بتقوله عليها دي، يعني تأكد له المعلومة إن أنت تقدر تعمل اللي أنا باقول لك عليه ده، بس تعالَ لنا. وفي غيرك قبل كده كتير عملوها. ننزل بقى للequation في الحتة اللي تحت. أول حاجة تقلل له الtime delay، يعني تحاول توصّل له الresults، الناتج يعني من الservice أو الخدمة بتاعتك دي أو المنتج بتاعك
في أسرع وقت ممكن. لو الباقيين بيعملوها في 90 يوم أنت بتعملها في 60 وبتعملها أحسن منهم. تاني حاجة في الحاجات اللي تحت effort and sacrifice، يعني بتقلل لهم التعب والحاجات اللي بيخسروها عشان ياخدوا منك المنتج ده. زي يعني هي شبه شوية الوقت، يعني تقلل لهم الوقت اللي هيوصل لهم فيه، التعب، أي حاجة عندهم مشكلة أو أي مشكلة عندهم أنت بتحلها لهم على طول من قبل ما يفكروا فيهم. استنى تاني، من قبل ما يفكروا فيها. أنت لو عملت حوار الفاليو ده وعليت فاليو أو قيمة المنتج بتاعك، هتقدر ساعتها تقول لهم على السعر اللي أنت عايزه، تعلّي السعر بغباء. أنا عايزك تقول سعر عالي لدرجة إن بطنهم توجعهم لمّا يسمعوها. طب أنت ليه تعمل كده؟ هتعمل كده علشان بُص في صحابك اللي في السوق، أو مش صحابك في السوق، يعني منافسينك اللي في السوق بيعملوا إيه؟ كله بيجي يشوف السوق كام، ياخد الaverage السعر يعني، ويقلل شوية عنه، ييجي عند الvalue ويعلي شوية عن الباقيين وينزّله في السوق، وكله بيعمل نفس الحاجة، كله قاعد ينزّل في السعر لحد ما نوصل لحيطة كده، أو نوصل للأرض وما حدش يقدر ينزّل في أسعار تاني، وكله هيتقرف في حياته. فأنت أصلًا لمّا بتعلّي الأسعار أولًا تفرق نفسك عن المنافسين وبتستفاد، ومش أنت بس اللي بتستفاد، ده أنت العميل بتاعك كمان بيستفاد. بيستفاد في إيه؟ بيستفاد إن أنت لمّا بتخلّي اللي قدّامك يدفع فلوس كتير في الحاجة اللي أنت بتقدّمها له دي، بيحس بقيمتها أكتر. وغير كده بتدّي لنفسك فرصة إن أنت تحط فلوس زيادة، عشان طبعًا معاك فلوس زيادة، تحط فلوس زيادة في إن أنت بتنتج حاجات أحسن، وأنت تستثمر الفلوس دي في الناس اللي بيشتغلوا عندك، أنت تجيب ناس أحسن أو تخلّي الناس اللي عندك يبقوا أحسن. وأنت شخصيًا بتبقى فرحان إن أنت يعني مش فرحان، بتبقى راضي، عارف إن أنت بتاخد حقك في الشغل اللي أنت بتطلّعه، ما أنت أكيد بتتعب، وإن اللي قدّامك بيرضى عشان بيحس اللي هو إيه، بيدفع فلوس كتير في الحاجة، فهو من غير ما أنت تعمل حاجة أصلًا هو من الأول عارف إنه عشان دفع كتير فيها، هو إحساسه لقيمة الحاجة دي بيزيد. بس وآخر حاجة عملت الoffer وعرفت إن أنت لازم تزوّد السعر، وعرفت إزاي تزوّد السعر، تحسّن بقى الoffer بتاعك، الvalue اللي إحنا قُلنا عليه قبل كده تحسّنه أكتر كمان. إزاي بقى؟ أول حاجة هتعمل scarcity وurgency، يعني تحسّسهم إن الحاجة دي بتخلص، إن في وقت limit الحاجة دي مش هتبقى موجودة تاني، تخوّفهم كده وتخلّيهم مستعجلين، ياخدوا منّك الحاجة بسرعة، لو ما لحقتش دلوقتي مش هتلحق بعدين، أو لو هتلحق بعدين هتستنى كتير أوي، يالّا دلوقتي أسهل. تاني حاجة بقى تزوّد bonus مثلًا عليه، يعني الvalue بتاعك الحاجة اللي أنت بتنزّلها دي تحط عليها bonuses، تزوّد حاجات حبشتكنات كده يعني، تدّيهم offer يعني علّي السعر أوي، بعد كده قُل لهم هانزّل لكم 10% 20%، اضحك عليهم فاهم، أو ما تضحكش عليهم، زوّد فعلًا في قيمة الحاجة بتاعتك. آخر حاجة خلّي المنتج بتاعك ليه اسم مختلف، اسم كده يلخبط كده، وحاجة اللي يسمعها ما ينساهاش.